يعني شفنا مواطنين كيتسبوا من مختلف درجاتهم، يعني من عمال حتى ما عندك الصرف راه غيوقع لك مشكل. الجوع ما تصلي لسيدي ربي وتخلص عليها، تدخل البيت تشري خبزه بدرهم وتخلص عليها 5 دراهم. فرض عليك انك تخلي الساروت، كتلقى بنادم دوز الحبس كيخرج الصباح العشاء كتلقى لابس جيني. مراكش ما كاينش اللي غادي يدوي عليها ولا كيفاش. المراكشيين سواء اي واحد تيزور هذه المدينه، يعني مثلا نقول المدينه، مثلا نهضروا على المدينه العتيقه، كتلقى مواطن مغربي عنده السياره ديالو كتقام عليه تقريبا، كتلقاه داير ابونمون مع كارديان ولا اللي فايت 3000 درهم الشهر، يعني الطريطه اخرى مزيوده عليه، بشحال هو خدام، بشحال هذا، بشحال ساكن، بشحال باش يعاود يجي يخلص 1000 درهم، كتسمع 700 800 درهم هذا اللي تيخلص بالشهر. هذا ماشي مشكل، المشكل فين ما وقفتي كتسب. يعني شفنا مواطنين كيتسبوا من مختلف درجاتهم، يعني من عمال، من شفنا كاع قضاة، شفنا محامين، شفنا شحال، يعني شفنا بزاف الحوادث، شفنا سياح، يعني شفنا فيديوهاتنا وصلوا ملايين المشاهدات في دول اخرى. يعني حنا اللي تنقولوا واش هاد السلطه عزات على حل. الا بديت تقول لي راه مشكل ديال انك كتوظف في هاد العامله، ما توظفهاش على ظهري، كاينه طرق اخرى ممكن نتوما توظفوهم بطريقه مباشره. يعني تنفضل تزيدوا عليها في الضريبه وفي الفينيت او في حاجه اخرى اللي نخلصها سنويا ويكون عندي الحق في الكارديان. شفنا مدن اخرى بحال اكادير تقدر تجاوزات هاد المعضله، شفنا المحمديه. يعني علاش حتى حنا المنتخبين ديالنا ما يبدعوش؟ كيولي عندك هاجس، الا كنتي خارج مع الصباح خصك يكون عندك الصرف، حيت لا ما عندك الصرف راه غيوقع لك مشكل. بلا ما نهضروا على داكشي الخواص وماشي الخواص، كاينه بلايص اللي تكون فيها الزحام، تيجي بلطاجيه كيستوليو عليك وتيهضر معاك ب 10 و 20 درهم. شنو حنا ال 50 درهم، شنو ال 100 درهم، شنو المدابزه اللي واقعه بين كارديانات على ال 100 درهم؟ راه كاينه البلايص دو لوكس، البلايص اللي سياحيه ما يمكنش. راه شفنا الجوع تصلي لسيدي ربي وتخلص عليها، تدخل البيت تشري خبزه بدرهم وتخلص عليها 5 دراهم. راه كاينين شي حوايج راه ما كيقبلوش العقل. نتمناو المنتخبين يحيدوا شويه الهاجس السياسي، يحيدوا شويه الهاجس الانتخابي، يحيدوا شويه ديال الهاجس الربح الربح الربح، ويحاولوا ينقصوا الوسطاء، ينقصوا بعد التلف. الى نقصوا ديال الوسطاء راه غينقص هذا الشيء وتلقى حلول. او قلت كاع يدار حل اون غروسو مودو، كلشي غراتوي، زيد عليها في الضريبه ونخلص انا المجلس ديريكتومون، ونخلصوا سنويا. وفين ما وقفت حتى نتصل الباركينغ ديالي والسلام. نورمالمون راه جماعه مراكش محدده لينا 5 دراهم 4 دراهم نورمالمون، دار 10 دراهم نعطيوها ليه، بحال ديك 6 دراهم غندوروا معاه. ولكن انت كتقول 40 درهم ما بقيتي كاع كتحشم. هو شكون اللي بيشجع هاد السياحه الداخليه؟ هذا تيجريو على السياحه الداخليه، تيقول لك مراكش خوات، مراكش راه ما بقاوش، هما اللي جراو على الناس. وتجي الكارديان، وكتجي الكارديان تيقول لك 50 درهم، بغيتيها حطها، بغيتيها سير الله يعاوننا وياك. كيولي يضطر واحد مسكين جاي لمراكش بيدخل جامع فينا تحط هذيك 50 درهم، وسويرتي واش تلقى طوموبيلتك نقيه ولا ما نقياش، ياك باقا عليك شي واحد ولا لا. هما نحطوها كاع حنا، نجدو طاكسي ونمشيو واخا لجامع الفنا. الا مشيتي دوك البلايص السياحيه تا هما تيقولوا لك هكا، لا راه حشومه. واش دابا مراكش ما كاينش اللي غادي يدوي عليها ولا كيفاش؟ هو كاين مشكل بالنسبه للباركينغات في مراكش، كاين مشكل، وبالاخص جامع الفنا ما كاينش باركينغات بزاف. الا جيتي غتلقى واحد 5 الباركينغات ولا 6. داكشي باش ولا تمشي تحطها حدا المامونيه، الباركينغ اللي حدا المامونيه وتجي على رجليك. كاين الناس اللي مراد، كاين الناس اللي كبار في العمر، كاين الناس اللي ما يقدروش يضربوا هذيك المسافه. كنطالبوا ان شاء الله من مسؤولين اللي كاينين في مدينه مراكش انهم يلقاو حل، يديروا باركينغات، يشوفوا شي حل يديروا باركينغات كوميم يكونوا قراب للجامع الفنا، يكونوا قراب لدوك البلايص السياحيه باش حتى الناس ما تضيعش. ما تعيشه مدينه مراكش يعني منذ سنوات، ولكن في هذه الاونه الاخيره اولت يعني كارثه حقيقيه بهذا السبب. هاد الكارديانات هادو راه ساكنه مدينه مراكش راه ولات كتشتكي بشكل يومي وباستمرار هاد المعاناه اللي ولاو كيعانيو مع اصحاب الكارديانات. راه خصوصا في جامع الفنا والمحيط ديالها، راه الكارديان تما بنهار كيوصل 40 درهم و50 درهم، كيف ما شافوا مجموعه ديال المغاربه الفيديوهات المنتشره مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتيقول لك خليه الساروت، وانت تمشي لك شي حاجه من الطوموبيل ولا يجي هو يديماريها ولا يخشى عليك في شي حيط ولا في شي واحد، كتحمل مسؤوليتك. والاغلبيه كتلقى عندهم ما عندهمش بيرميات، يعني واحد المجموعه ديال المشاكل. وخصوصا واحد النقطه اريد ان اشير اليها، هي هاد البانوات اللي معلق المجلس البلدي اللي فيه التسعيرات ديال كل ديال الفترات ديال الباركينغ. بحال دابا نعطيك مثال، بالنهار كاينه 2 دراهم بالنسبه للسيارات، ودرهم ونص بالنسبه للدراجات الناريه، ودرهم بالنسبه للدراجات الهوائيه. بالليل 3 دراهم بالنسبه للسيارات. خرج بالليل وسول المراكن السيارات
واش غادي يقبط من عندك شي واحد 3 دراهم في مدينه مراكش؟ راه المراكينه استاذ كيوصلوا بالليل ل 100 درهم 80 درهم 90 درهم، وتيفرض عليك انك تخلي الساروت. راه مشكله. راه كتلقى بنادم مدوز الحبس كيخرج الصباح العشاء كتلقى لابس جيلي ولا حاسب ولا راقي باللي يهضر مع هاد الناس. راه دابا اغلبيه ديال الدراري صحابي انا كيبغيو يهبطوا مثلا للجامع الفنا ولا المحيط ديالها يقضيو شي غرض وعندهم طوموبيلات شارينهم بالملايين، والله ما كيقدروا يمشيو بالطوموبيل الا كيمشيو في الطوبيس وفي الطاكسيات. علاش؟ غير باش ايفيتيو ويطيحوا في شي احراج مع صحاب هاد الكارديانات. وانا رسالتي للجهات المسؤوله يعني كابن هذه المدينه، اللي تبارك الله العالم كيعرفها، راه ولينا كنعيشوا واحد المأساة حقيقيه مع هذا الكاردي ولا كابوس بالنسبه للمراكشيين. ما كنعممش ولكن الاغلبيه، ما كنقولش كل شيء خايب لان التعميم لغه الجهلاء. يعني واحد المجموعه ديال هاد اصحاب الجيليات بعدا تيخدموا في وضعيه غير قانونيه، ما عندهم لا رخصه لا والو، كيبان ليه شي فضاء خاوي كيمشي كيتلاح فيه حقا ما حقا انا كارديان. ثانيا اطالب من المجلس الجماعي والسلطات الامنيه في مدينه مراكش انهم يقفوا على قدم وساق ويشوفوا لنا هذا المشكل هذا ويحيدوه. وماذا بنا اننا نكونوا بحال اكادير، بحال طنجه، بحال الرباط، بحال المحمديه اللي فيها مراكن بالمجال صحاب السيارات تلقى لافته قداش ومحطوطه في وسط البحر اللي هو تيكون اكبر بلاصه ديال الاكتظاظ، وتيكونوا السيارات وتلقى مركن بالمجان. يعني هذا راه ميساج واضح، وكنتمناو من السلطات ديال مدينه مراكش والمسؤولين ديال هذه المدينه انهم يديروا شي التفاته ويحاولوا انهم يطبقوا بحال داكشي اللي طبقات مدينه اكادير ومدينه المحمديه ومدينه طنجه ومدينه الرباط. يعني كاين مجموعه ديال المدن داروا مراكن بالمجان، وخصوصا ان المواطن راه كيخلص الضريبه ديالو. راه منين تخلص الضريبه راه خصك نورمالمون تكون معفي من الباركينغ، راه الضريبه راه فيها كلشي شامل هذه الامور كامله. ولهذا اطالب من المسؤولين على راس هذه المدينه الله يجازيكم بخير، شوفوا لنا شي حل. راه لا السكان ولا الزوار ديال هذه المدينه ولا السياحه ولا اي واحد كيجي لهذه المدينه المباركه راه كيلقاو مشكل الاول بعدا اللي كيلقاو هو ديال